في الساعات الأخيرة انتشر فيديو لرجل كويتي متواجد هنا في مصر واللي عمل حوادث كتيرة جدا على كوبري 6 أكتوبر، وكمان حاول الهروب من الشرطة بكل المقاييس. في حلقة النهاردة أنا هعرض لحضرتك الفيديو ده بالصوت والصورة، حضرتك تشوفه وتحكم عليه بنفسك. أما بالنسبة في الجزء الثاني من تفاصيل الحلقة فأنا هعرض لحضرتك فيديو لعملية سرقة حضرتك هتستغرب لها جدا جدا. علشان كده كمل الفيديو معايا للنهاية، وياريت لو تحط لايك للفيديو. ودلوقتي علشان ما اطولش عليكم تعالوا بينا نشوف الحادث بتاع الشاب الكويتي ونرجع مع بعض نعرف كل التفاصيل. ما تقفش قدامه يا ابني. زي ما حضراتكم شفتوا كده كان بيحاول الهروب بكل المقاييس. طب ايه اللي حصل اصلا؟ الواقعة حصلت على كوبري 6 اكتوبر، وهنا الشاب الكويتي عمل اكتر من حادث على كوبري 6 اكتوبر وكمان اصاب بعض الاشخاص، وكان بيحاول الهروب. وهنا المرور بدأ ان هو يتدخل عشان خاطر يمسك الرجل الكويتي. وزي ما حضراتكم شفتوا الشاب الكويتي كان بيحاول يهرب بكل المقاييس من المرور ومن الشرطة، ولكن الشرطة والمرور يدا الى يد قدروا ان هم يمسكوا الشاب الكويتي. وبالمناسبة انا حابب اعرف حضراتكم على الضابط النقيب عمر توفيق ابن محافظة الشرقية اللي بدأ يكسر الازاز على الراجل الكويتي. كل ده علشان خاطر ان هو يقدر يحتمي الموقف وما يحصلش اي تلفيات او اي خسائر اكتر من هنا. وهنا طبعا بيبين الجانب اللي جواه ان هو وقت الشدة بيقدر فعلا ان هو يحتمي الموقف، وبيقدر ان هو يبذل اي مجهود حتى لو على حساب انه ممكن كانت ايده تتعور من اثر الازاز. وهنا بيجي دور الشرطة المصرية اللي تحفظت على الشاب الكويتي وتم نقله لاسم شرطة القصر العيني، ومن هناك بيتم تحويله على النيابة العامة. النيابة العامة امرت عرضه على الطبيب الشرعي علشان يعرفوا اذا كان بيتعاطى مخدرات او كحول، ولو ثبت ان هو بيتعاطى مخدرات او كحول هيتم معاقبته عقوبة مشددة طبقا للقانون المصري، والزامه بتحمل الخسائر اللي حصلت اثناء الحادثة وكمان التعويض للمصابين. وهنا بقى موجة من الكومنتات من اخواتنا الخلايجة: كم تبغون يا مصري وتتركوه، هذا رجل كويتي لا يتم محاسبته لانه مع الجنسية الكويتية. وكمية تعليقات غاية في الصعوبة لو حضراتكم شفتوها. اقول لحضراتكم تعالوا بينا نشوف الفيديو ده مع بعض. السلام عليكم. وانا قاعد اتصفح في التيك توك شاهدت فيديو لسائح كويتي في مصر مسوي حادث ويقال انه مخمور. طيب يقال انه مخمور، الشرطة تقوم بواجبها، الشارع كله يقوم بالواجب، الشارع كله يسبه ويسب بلده
ويكسر سيارة وتهجمون عليه بآلات حادة ويقولون له افتح القزاز افتح الجام، نبي نكلمك. شلون افتح لك الجام؟ شلون افتح لك الجام اذا الشرطة والشعب علي وانا لحالي؟ والله لو جنقر، لو سبايدر مان ما يفتح لك الباب وانت المجموعة هذه كلها معك. فيا ليت مثل ما راح تحاسبون الشخص على الخطأ ولحد الحين ما تبين انه هو مخطئ او لا، زين، تحاسبون الناس اللي سبوا بلدنا وسبوا الكويت اللي ما شافوا منها الا كل خير. فيا ليت يتم محاسبة كل شخص، جميع واحد مصور يتم محاسبته على الفضل. زي ما حضراتكم شفتوا كده الفيديو ده لأحمد الخلدي أحد المؤثرين في دولة الكويت، واللي على حسب كلامه كده إنه شايف إن الرجل الكويتي مش مخطئ، وإن الشعب كله والشرطة هجموا على الراجل ده وحاولوا إن هم يوقفوه. طيب أنا عاوز أقول لحضرتك على حاجة، إن الرجل الكويتي ده من أول حادث أو من أول حاجة هو عملها لو كان وقف للشرطة أو للمرور ما كانش حصل اللي حصل ده. زائد إن محدش كان بيسب دولة الكويت. كمان حضرتك شايف ان الشعب والشرطة كلهم متواجدين مع بعض على الراجل ده. طيب لو الراجل ده وقف بكل ادب من الاول ما كانش حصل معاه اللي بيحصل ده. وبرضه عاوز اضيف لحضرتك نقطة كده معينة، ان احنا كمصريين لما بنروح دولة الكويت بنحترم القانون الكويتي وما بيحصلش مننا اي تجاوزات زي ما حصل من الشاب الكويتي. لكن من الواجب بدل ما تطلع تهاجمنا احنا واحنا المعتدي علينا، المفروض انك تقول شهادة حق وتقول ان رجل زي كده المفروض انه يحترم قانون الدولة المتواجد فيها، وكمان يحترم الناس، ولو عمل اي خطأ يتعرض للمسألة القانونية. مش كل حاجة الفلوس زي ما انتوا بتحسبوها، في اهم من الفلوس، في الاحترام، في الادب، في الاخلاق، في حاجات كتير جدا اهم من الفلوس، ولكن حضراتكم بتحسبوها ان الفلوس هي كل حاجة. طبعا مش كلكم، في ناس كتير خلايجة في من دولة الكويت، ناس كتير محترمة، ولكن الكلام موجه لاصحابه. اتمنى تكون الرسالة وصلت لحضراتكم. وهنا بنيجي للجزء الثاني في حلقتنا، تعالوا بينا نشوف الفيديو ده مع بعض ونرجع لحضراتكم مرة تانية. زي ما حضراتكم شفتوا كده الحرامي كان بيحاول يسرق التليفون بتاع شخص في الشارع، ولكن مش ده الغريب في الموضوع. الغريب في الموضوع ان لما الاتنين وقفوا قصاد بعض الحرامي طلع عليه سنجة، ومن هنا الشاب بدأ انه ياخد المفاتيح بتاع الموتوسيكل. وهنا الناس بدأت تتدخل، والمفروض بدل ما تسيطر على الحرامي علشان تمسك الحرامي وتسلمه للجهات المختصة او للشرطة، هنا الناس المتواجدة بدأوا ان هم يساعدوا الحرامي علشان خاطر يخلوه يهرب من المكان المتواجد فيه. بجد حاجة غريبة جدا من الاشخاص اللي كانوا موجودين اثناء الواقع، ولكن الحرامي ملحقش يتهنى، لان الشرطة المصرية في خلال الاوقات الاخيرة بصراحة بقت اسرع من شبكة ال5G، اللهم صل على النبي، قدرت انها تتحفظ على الحرامي. لو حضراتكم لاحظتوا هتلاقوه كمان انه جاي بنفس التيشيرت اللي كان لابسه اثناء الواقعة.
بنشكر الشرطة المصرية على أدائها الرائع في الفترة الأخيرة، لأن الحاجة الكويسة محدش يقدر يقول عليها غير كده. ولو انت من الأبطال اللي وصلت لحد هنا ما تنساش بقى تحط لايك للفيديو. كنت معاكم أخوكم محمد نصار، وأشوف حضراتكم على ألف خير. السلام عليكم.